السلام عليكم ورحمة الله. منورين شباب هواوي، الله يساعدكم على تحملكم هواوي رغم مشاكل خدمات جوجل. اليوم جايب لكم طريقة بسيطة وسهلة، خدمات تنزل بشكل طبيعي 100%. نروح على متجر التطبيقات. أول شغلة تسويها لازم تغير الدولة مالتك، تحولها أي دولة كنت بيها، تسويها سعودية. بعد ما تحول الدولة إلى سعودية، الله يحفظهم السعودية ويبارك بيهم، تروحون على متجر بلاي تطبيقات، كتمون تطبيق جي بوكس، ثبته، تنتظره يحمل، تنطيه فتح، وافق على الإذونات، تطلع بعد ما لك علاقة بيه. نرجع متجر التطبيقات مرة ثانية، نكتب جي بوكس مرة ثانية، تدخل عليه، تنزل جوا يطلع لك تطبيقات لنفس المطور، هتطلع لك خدمات جوجل كلها. أول شي راح أسوي خطوة قدامكم، يوتيوب راح أنزله، ينزل طبيعي، بعدين ثبته وتروح تفتحه، راح تسجل يمكن تسجيل كامل، تعطي سماح، يطلب من المكدونات كلها تنطي سماح عادي طبيعي، يفتح عندك. أول شي راح تروح تسجيل، تضيف حسابك، راح أضيفه يمكن من قدامكم حتى تشوفوه. تضيف حساب جوجل مالتك طبيعي، تخلي الحساب مالتك اوكي، ماكو مشكلة. قال لك موافق، تجوز تخرج نهائيا. بعدين من كلهن ترجع تفتح يوتيوب طبيعي موجود عندك، راح تشوف فوق الصورة، دوس عليها راح يطلع لك حسابك. اوكي، كل شي تمام. هنا اكو خطوة لا هسه هم اقولكم عليها. نرجع على متجر التطبيقات. هاي الخطوة هي انه مالك علاقة، تكتب قبل بالمتجر التطبيقات اللي هو راح انزل لكم مثل خرائط جوجل اللي هي مابس مي، نفتحها، ثبتها طبيعي بدون اي مشاكل، ثبت عندك. يطلب من عندك فقط اذونات جي بوكس، ماكو مشكلة. تضيف حسابك، تلقى حسابك اوتوماتيكيا انضاف، واذا ما انضاف مجرد تروح تضيف حسابك يشتغل عندك كل شي طبيعي. هاي طبعا تغنيك عن المشاكل السابقة، التطبيق السابق مال خدمات جوجل.